اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. هنعمل لكم النهارده ايه؟ فطير فلاحي. ادي الحاجه هي راح تعجن اهي. ادي معلقتين، 3 معالق سكر على نص معلقه ملح، ومعانا رتل ميه فاتره اهو. دول 2 كيلو دقيق هنعمل بيهم. هنبدأ العجين بقى. احنا مش هنعرف معيار المية لان بيختلف من دقيق لدقيق. صلوا على النبي في التعليقات. احنا عجننا العجين لما نبدأ اهو، وعجناه شوية مش كتير، وهنسيبه يريح شوية ونرجع له تاني. احنا سيبناه ريح 10 دقايق ورجعنا له تاني اهو. لما تسيب العجين بتاع الفطير بالذات يرتاح بيبقى حلو معاكي. احنا سيبناه يرتاح كمان نص ساعة بعد العجين، وبدأنا ايه نفرده ايه العجينة كلها. دي العجينة كلها، دي كمية العجين كلها، ال2 كيلو ايه دقيق بتوعنا. احنا هنعمله بزبدة، ما احناش هنضيف عليها لا سمنة ولا زيت، هنعمله بزبدة بس. هو لما بيتعمل بزبدة بيبقى هش وجميل ويبقى طري معاكي، ما ينشفش معاكي في الفرن. انا جربت بالسمنة والزيت، جربت بالزبدة. الزبدة احلى، ما ينشفش معاكي في الفرن ابدا. هنوزع الزبدة دي على كمية العجين اللي معانا. هنوزعها كلها على البارد كده. هنوزع الزبدة دي كلها على الايه على العجينة بتاعتنا. احنا وزعنا الزبدة كلها على العجينة، وبنلف العجينة ايه رول اهي. وبنسيبها بعد ما نلفها الرول كده ترتاح 10 دقايق زي ما هي كده، ونقطعها برضو ونسيبها ترتاح 10 دقايق. لازم بين الفترة والفترة ايه تسيب العجينة ترتاح. هنرجع نسيبها تاني زي ما هي كده ترتاح ايه 10 دقايق. هندخل العجينة كده في بعضها من الاطراف، ونسيبهم بقى ايه يرتاحوا 10 دقايق. دي ساجدة قاعدة مستنية ايه نعمل الفطير عشان تتغد. ده اول عجينة معانا. هي الحاجة بتقول لي احنا كنا بنخبزها خالص، ما كناش بنفرد بعجل ولا حاجة. تقول لي كنا بنريحها على دراعتنا، ما كناش بنفردها بحاجة. فردنا العجينة كلها اهي، والحاجة هتلمها اهي بالسمنة. دي الزبدة احنا مسيحين الزبدة في الفرن، ما احناش مش سمنة. دي الزبدة بتاعتنا احنا مسيحينها في الفرن عشان تبقى سهلة معانا ايه في الاستعمال. احنا عاملينها بزبدة، ما عملناش اي اضافات خالص غير الزبدة بس. وزبدة نباتي، مش هقولك زبدة فلاحي، زبدة نباتي. احنا هنلف العجينة بقى دلوقتي، وهنحطها بقى في الصينية بتاعتنا اللي هنسوي فيها، وهنسيبها ايه ترتاح في الصينية. هترتاح برضو ربع ساعة تلت ساعة حسب ايه الوقت اللي قدامي. هنسيبها بقى ترتاح. ودي الفطيرة التانية برضو فردناها. طبعا التكلفة مش هسيبها زي التكلفة اللي انت بتشتريها من بره. هو شوفي الكيلو النهاردة القراقيش والكحك والحاجات دي بيعمل كام، وبعدين ده عمايل بيتي انت اللي عاملاها وشايفة هي بتتعمل ازاي.
تبقى مرقة وجميلة. الفطيرة دي مرقة كده وجميلة. الفطيرة دي ان احنا هنحشيها جبنة، جبنة قريش على جبنة تلاج، جبنة مش قريش، جبنة حادقة في المش على جبنة تلاجة. بص بص بتودي طعم الفطيرة في حتة تانية، جميلة في منتهى الجمال. احنا الاتنين كيلو عجين دقيق عملناهم 4 فطيرات كبار، منهم 2 بجبنة و2 من غير جبنة، حسب اللي يحب. مش كله بيحب ايه ياكل الجبنة فطير بالجبنة. وفي بقى اللي بيحط بالعسل بيحط عسل، وفي يحط بفراخ لحمة، كل واحد بيحب ايه طعمه مختلف. هنعمل لكم بعد كده ايه الفطير باللحمة والفطير بالفراخ. هنلم الفطيرة بتاعتنا اهي. ال2 كيلو دقيق خدوا قالب زبدة كيلو، قالب زبدة كيلو ل2 كيلو الدقيق. كده هتحطها بقى ايه ترتاح 10 دقايق. دي الفطيرة الاولانية خالص، ارتاحت اهي تلت ساعة. وبعدين ايه هنفردها بقى ايه في الصينية وندخلها الفرن. بعد التبطيط ده هنرجع نريحها 5 دقايق تاني علشان ايه تدي معانا نتيجة كويسة. كده خلاص هندخلها الفرن. ادي الفطير بتاعنا هو في الفرن اهو. انا خلاص عملنا الفطير اهو، ومجهزين عسل اسمر وقشطه وجبنه حادقه وعجوز. وده الفطير بتاعنا اهو. ما اقولكش على طعمه بقى، والله العظيم ان الكاميرا ظالمه الحقيقه بتاعت الفطير. الفطير ده ملوش حل، دمار. وطري مش ناشف. بس هي الفطيره سخنه قوي، ما اناش عارفه اوريكم التوريق بتاعها. ورقه وجميله في منتهى الجمال، اكنك عامله فطير بالجلاش، تحفه. متنسوش تقولوا لنا رايكم في التعليقات، وصلوا على النبي في التعليقات، وما تنسوناش باللايك والاشتراك.